أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأتم التسليم على البشير النذير حبيب إله العالمين، سيد المرسلين أبي الزهراء محمد. صلى الله عليك يا يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا نحظى بنصرة قائمكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إن شاء الله فازوا وسعدوا وفزنا وسعدنا. إمام الهدى سبط النبوة والد. هاي القصيدة لابن العرندس. علمائنا يقولون ما قرئت بمكان إلا وحضر الإمام سلام الله عليه. إن شاء الله إن شاء الله. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة، رب النهي مولى له الأمر، إمام أبوه المرتضى علم الهدى. وياي اسمع الأبيات حلوات. إمام أبوه المرتضى علم الهدى، حسين وصي رسول الله والصلو والصهر، له تربة فيها الشفاء وقبة مو والد تربة فيها الشفاء وقبته يجاب بها الدعاء، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. بعدين ابن العرندس يقول أيقتل ظمآنا الحسين بكربلاء. عندك عبرة حلوات الأبيات. ابن العرندس انت وين كنت تسولف بالمقامات، ايش وديتنا بكربلاء؟ يقول أيقتل ظمآنا. اخواني ليش ظمآنا؟ الظمأ أشد من العطش، أقوى من العطش، ولذلك يقول المولى زين العابدين أسمع والدي الحسين يقول أيها الناس لقد تقطع كبدي من العطش. الله أكبر الله أكبر. أيقتل ظمآنا ظمآنا أبو علي يا سيدي. أيوة حسين يقتل ظمآن الحسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر تقول تقربت لي
لقيت الولي متوسد الجمد قلبك يا الجمد قلبك يا على الحسين الغريب العطشان تقربت لي ابو علي يا اخويا تقربت لي لقيت الولي متوسد ولقيت 1900 جرح بي ابو علي لا هو جرح واحد يا اخويا لا هو جرح واحد وداوي يقلها يختك الجرح بعضاي عوفي انت شو تريد حسين يا اخويا كل جريح بعضاي عوفي بس جرح اللي في قلبي عانت علي يا اخويا تونون وياي يلا هلالي عزاء هاي فرصه اخواني كل جريح بعضاي يا خويا كل جرح بعضاي عوفي بس جرح اللي بقلب عينك علي زين والله بس جرح اللي بقلبي يقول انقل لك موقف يقول بذيك الظهيره واذا به هذا الراوي يقول الامام يقول ينزل هودج واذا به رسول الله بذيك الظهيره عندما رفع راس الامام شويه خلنا نلكم قلبك خلنا نوجع قلبك يقول بذيك الظهيره عندما رفع راس الامام على المسنات واجا الضعن راح خذوا نساء الحسين وراحوا يقول الراوي نزل هودج واذا به رسول الله وامير المؤمنين وفاطمه الزهراء والحسن يقول قعد رسول الله عند جسد ولده الحسين يا بني شقول عليك يا بني الله انا يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابن زماني بيك دول الله يرحم الفتلاوي الله يرحم الفتلاوي دول ابن زماني بيك يا سلوى يا سلوى يا سلوى شلون انساك وانسى ايامنا العيون يا ابني يا ابن حسين هذا اقعد شوف جدك قاعد قبالك ينادي حسين يا ابن الصاير بحالك السيدة فاطمة تقول له السيدة فاطمة يا ابني يقعد يا ابن حسين يا ابن الصاير بحالك يا ابن من قطع يمناك وشمالك يقول اجا صوت واذا بصوت منادي لفاطمة الزهراء تقلها لا يا يما لا تبكين لا تبكين يما مو عطشان يما ما تخوي حسين اريد تقرا وياي يا لا يما ايش قد بكيت وشرايا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين رحم الله المتقين وجعلنا وإياكم من المتقين العاملين إن شاء الله بفضله وبشرف الصلاة على محمد وآل محمد. بطبيعة الحال كل أمة وكل قبيلة وكل شعب من الشعوب اخواني خلوا بالكم يمين شوية أعزتي وكل شعب من الشعوب يحتاج إلى دستور وقواعد وقوانين يسير عليها صح؟ احنا الآن ببيوتنا أنا وياك آباء والله يحفظ أولادنا وأطفالنا إن شاء الله شبابنا الأعزاء إخواني احنا الآن ببيوتنا إخواني إذا ما الأب والأم
يخلون لهم فرد قاعدة أو فرد قانون للبنية وللولد. تعلمون إخواني باعتبار البنات تختلف تربيتها عن من؟ عن الأولاد. الشاب بطبيعته يختلف تربيته عن البنية. البنية شوية تحتاج أكثر دقة وأكثر لين وأكثر حب، يعني باعتبار الولد رجل أقدر أتعامل وياه أنا كأب، أما البنية شوية. فقصد إخواني على مستوى العوائل أيضا ماذا نحتاج؟ إخواني فدوة، خلوا بالكم يا ابني أعزتي، الرجاء يعني نحتاج إلى قوانين باعتبار نحن مسلمين. إخواني الله تبارك وتعالى جعل لنا قانون ودستور، هذا الدستور هو القرآن الكريم، عبارة عن أحكام شرعية وقواعد إلهية يستخدمها الإنسان لكي يسير على الصراط المستقيم. ومع مع مسيرة على الصراط المستقيم وين إخوان النتيجة؟ النتيجة إن شاء الله إلى بر الأمان، إلى الجنة. يعني ما يوقف يوم القيامة موقف مع الظالمين والقتلة والفسقة والسراق. واضح؟ هذا القرآن الكريم إخواني من قد ما له أهمية عند المعصوم، خلي بالك هنا من باب احنا في حياتنا اليومية ما مبطين تفعيل حقيقي للقرآن. إخواني يعني القرآن عجيب، تدخل بالأمور الاجتماعية، مو تدخل لكي يحل الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتربوية والفلسفية. عجيب القرآن الكريم، عجيب، بحيث تدخل في جميع تفاصيل الحياة، حتى أنه إمامك الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وياي الأعزاء، وياي الإخوة، المصور حبيبي يا روحي، لا تصور تصوير شخصي، اي والله، لانه جاي تربك لي الوضعيه. اخذ صور عامه جزاك الله خير حتى الاخوه ما يشتتون، لان من تقعد يمه راح شويه تصير، فاريتهم ينتبهون عليه جزاك الله خير. انت بعد مصور اخذ زوايا عامه براحتك. وياي اعزتي، الامام الصادق يعبر عن هذه القضيه، يقول لو قرأت سوره الفاتحه، اخواني شويه للمهمه خلي بالك يمها، المقدمه مهمه. لو قرأت سورة الفاتحة على ميت، بطبيعة الحال الميت يرجع لو ما يرجع شباب، شو تقولون؟ الميت ما يرجع، مو خارج بعد، انتهت بعد. الميت من دفنه من نزل خلص، بعد من خليناه على المغسل معناه انتهى كل شيء. يقول الإمام لا، على كيفكم، اكو أسرار. لو قرأت سورة الفاتحة على ميت 7 مرات، هنا الإمام يريد يشير إلى حقيقة بأن القرآن مو إخواني مو حبر على ورق، لا، لكل حرف من القرآن ولكل آية من القرآن ولكل همزة من القرآن شنو؟ قوة إلهية، نور إلهي. هسه تقول لي أنت بكيفك تسولف؟ لا، هو القرآن يعبر على رسول الله محمد، يقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليش ثقيلا؟ الإمام الصادق يقول لأن القرآن معارف ربانية إلهية لا يتحملها إلا صدورنا محمد وآل محمد. ولذلك القرآن الله يعبر عن القرآن، نزلنا ننزل عليك شنو؟ قولا ثقيلا. ثقيل يعني ما يتحمل يا هجان، وإلا ليش القرآن ما نزل عليك؟ ليش ما نزل عليك؟ ما نتحمل، ما نقدر. معارف بي، معارف عجيبة. هسه راح أقرأ لك لعله ليلة أو ليلتين يأخذ مني هذا البحث، بس أهم شيء المقدمة أعزتي حتى أثبت بيها، حتى شبابنا شوي يسرعتهم. لو قرأت سورة الفاتحة على ميت 7 مرات وأفاق لم أستغرب. سبحان الله، تسجد قوية هاي سورة الفاتحة. ولذلك إخواني أنا وياك مرات عود ليش نهديها لأم البنين؟ شو تقولون؟ هذا ما راح أجاوب عليه السؤال، أنا أتمنى الشباب يدورون. عود ليش؟ هسه أنا ما أدري بيها رواية ما أدري، كونوا تدورون الليلة، جزاكم الله شبابنا. تحبس وأدريكم تدورون وراي. ليش الفاتحة بالخصوص الأم البنين؟ عود ليش؟ قول السيدة فاطمة ياها الأعظم،
السيدة فاطمة أعظم، أصلا أم البنين مو معصومة. وليش الأم والبنين؟ مثلا لو قرأت سورة الفاتحة 7 مرات على ميت وأفاق يقول لم أستغرب عادي. هي إشارة للأهمية إخوان، إشارة للقوة، القوة الإلهية في هذه السورة. هذا شكل واحد. المحور الثاني بالمقدمة إخوان، بالمقدمة. المحور الثاني بالمقدمة، لأن الكلام اللي راح أقوله يعتمد على مقدمة، ما أريد أقوله. الإمام الصادق أيضا يقول سلام الله عليه: وضع القرآن في سورة الفاتحة. القرآن كل القرآن من الفاتحة إلى الناس. القرآن كله وين وضع؟ الله تبارك وتعالى وضع في سورة الفاتحة. أخوان شنو وضع يعني؟ شو يقولون؟ أستاذ علي الأخوة شو يقولون؟ شنو وضع؟ يعني الله وضع المعارف الإلهية التي في القرآن كلها وين خلاها؟ أودعها ضماها وين؟ في سورة الفاتحة. وأودع سورة الفاتحة وين؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. شوف إيداع أول كأنما صندوق أول، القرآن خلاه بصندوق. وين خلى هذا الصندوق؟ بصندوق ثاني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. وجاب بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الصندوق الثالث وين خلاه؟ خلاه بالباء. هاي رواية هاي إخواني، رواية خلاه بالباء. يقول ووضع الباء في النقطة. عجيب. احنا عبالنا نعد هاي النقطة ايفت حركة يعني مال قلم. لا اخواني لا، مو تبين هاي كل المعارف الإلهية وين؟ بهاي النقطة. يقول قالوا له يا ابن فاطمة الزهراء يا ابن رسول الله أيها الصادق، إذا ما هي النقطة؟ قال النقطة ذاك جدي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يعني قل لي هذا الحكي على دليل قرآني لو ما عليه؟ ها؟ في سورة ياسين وين يقول خلينا المعارف؟ في إمام مبين. يهوى الإمام، يقول الإمام نحن، يقول أمير المؤمنين الإمام المبين. ليش إخواني؟ لأن ولذلك رسول الله عندما قال الثقلان كتاب الله وعترتي، يعني معناه القرآن الكريم لا يبينه إلا معصوم. هذا واجب إخواني، مو كيفنا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بواحد لو باثنين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. واضح أعزتي؟ إخواني واضح؟ هذا المحور الثاني من المقدمة. واضح إن شاء الله؟ صلوا على محمد وآل محمد. لأن احنا اخواني ضروري نرتقي للقرآن، ضروري نفعل القرآن بحياتنا اليومية. هذا واجب يعني، لأن ما عندنا غيره، تعالوا وياي خلينا نشوف القرآن الكريم. واحد من المعارف الإلهية في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى استخدم عبارة الزرع والزراعة والحراثة مو بمعناها المعروف عندي أنا وياك. احنا هسه اخواني أنا وياك الزراعة شنو عندنا؟ نجيب البذرة وين نخليها؟ بالتراب والسلام عليكم، ما هي خلاص. لا، القرآن استخدم شوفوا ايش قد دقيق القرآن، وانا ادري بكم انتم يعني مو، ولذلك اسولف وياكم بهذه العبارات. استخدم نظام الزراعة الأخير، لا تسولفون، خلوا بالكم يمي أعزتي، أنا إخواني ما أقبل واقعا يعني جدا جدا ما أسامح بهاي القضية اللي يقعد تحت المنبر ويسولف، أبدا ما أقبل، أبدا يعني صراحة ما أقبل نهائيا، مو لكون أنا المتحدث، لا كرامة للمنبر حسين، أريدك تستمع لي إخواني، خاف أخطأ، بس أنا أسولف وحدي، شو تقول يا ملا؟ فأنت اللي تسولف يعني شوية. استخدم كلمة الزراعة والحراثة مو للمعنى الحقيقي الزراعة هاي العادية، لا، أراد بها معاني شنو؟ أخرى.
تعالوا وياي، لكم خليط؟ يلا تعالوا مثلا وياي في سورة قاف. سورة قاف المستحب قراءتها في ليلة الجمعة هي وصاد. الآية 9 إلى 11 يقول، شوفوا شلون القرآن يتلاعب بعقولنا من أجل إيصال المعاني لنا، مو يعطيك إياها جاهزة، لا إخواني يحتاج تأمل وتدقيق. وإلا أنا أقدر إخوان أقرأ رواية أشرحها وأنزل خلاص، أقدر مو ما أقدر. ونزلنا من السماء ماء مباركا. هسه هو علي من جاي يسولف ماي وزراعة، بس إخواني مو هذا المعنى. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. شنو الحب الحصيد؟ إشارة للحبوب التي تحصد، شعير وحنطة والتعبير الجغرافي. وأنزلنا من السماء ماء، جاء القرآن بالدقة لأن أنا هم أخاف. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. شايفين إخواني النخل أول ما يطلع شو يسمونه؟ إحنا شو نسميه؟ طلع. إحنا الجنوب نسميه طلع، وبعد يقرب يجي الجنوب الفرات الأوسط، إحنا نسميه جنوب طلع. الديوانية ايش يسمونه؟ ها؟ نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء، طلع أو طلع. شايفين إخواني من تفتحها تطقطق وحدة فوق وحدة، شلون حبات الرمان متراكمة. القرآن سماها شنو؟ سماها طلع نضيد. شلون أهلنا هسه من يقول لك يابا جيب المخدة منين؟ من النضدة. النضدة شنو؟ عبارة عن غطاء فوق غطاء. هذا القرآن اللي يعبر هكذا، يريد يبين لنا. ترى هاي إخواني أمثال قرآنية، وتلك الأمثال نضربها علما للناس إلنا حتى نفتهم. يلا راح أعيد الآية وأقول لك شو يريد من عندها، الزرع لو غير شيء. وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وياي الأعزة، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. بعدين شو يقول؟ يقول كذلك الخروج. يا خروج هو على انه جاي يسولف، دققوا، هو على انه جاي يسولف، يريد يقول يابا سلام عليكم، انا رب العالمين من قدرتي الواسعه والعاليه اخرج الميت منين؟ لان بينك ما بين الله. الان واحد يجيب له فصمه، هاي الفصمه مال التمر، هي ايش فيها هاي الفصمه؟ ها؟ ماكو خشبه، احنا ما لنا علاقه ببطنها. انا شو اشوف قدامي؟ خشب يابس. هاي بعبارة القرآن ميتة لو حية. سبحان الذي يطلع. تدرون اخواني سامعين بالنخل العيطة؟ عندنا بالجنوب نخل عيطة، ما موجود هناك. العيطة طويلة اخواني تصل إلى تقريبا 18 متر أو أكثر، نخل أو أقل. سبحان الله، يقول أنا أطلع هذا النخل والأشجار من شيء شنو؟ يكاد أن يكون ميتا. هذا إعجاز لو مو إعجاز. يقول كذلك الخروج. شنو معنى الخروج؟ أنا من أي سنك أروح. شنو الخروج؟ يا خروج وين؟ خروج الجسد بعد الموت. جزاك الله خير يا خالد العزيز. نعم، يقول هذا الذي أنا قادر على. شوف القرآن عجيب. يقول أنا أطلع النخلة العظيمة الكبيرة، هاي السدرة العظيمة الكبيرة منين؟ وياي اخواني، وياي هنا، وياي اعزتي. اطلع النخله منين؟ من فصمه يابسه. كذلك يوم القيامه استخرج الاجسام منين؟ التي تحولت الى تراب وارجعها كما كانت. يقول كذلك الخروج، يعني كذلك خروج الانسان يوم القيامه. شنو؟
يكون دمه ولحمه وعظامه وعروقه مخفوضة بمن؟ بالتراب، وأصبح التراب أنا قادر أن أستخرجها لو غير قادر. عجيب. إخواني وصلت الآية، ولذلك يعبر بغير آية يقول قادرين بلى قادرين على أن نسوي بنانه. شنو البنان؟ شباب شنو البنان؟ لا مو الأصابع، لا مو الأصابع، لا إبهام، الإبهام فقط. هذا الإبهام اللي أصحاب المعاملات يدرون، أبو بنين الأخوة، الإبهام البصمة. يعني يقول رب العالمين أنا مو قادر أرجع العظام، لا قادر أرجع لك البصمة الخاصة بك. هذا إعجاز إخواني، هذا إعجاز. لأنه الكفار يقول معقول أنا أبوي صاير تراب ورماد؟ يقول لك لا بابا مو أرجعك، أرجع لك البصمة مالتك اللي قديمة اللي كنت تبصم بها بعالم الدنيا. سؤال، هاي البصمة أكو واحد يشتهي بها بالدنيا ولا ما؟ يعني على قولت هذا تثبت الجواب ماكو؟ يقول لي نعم. سبحان الله. يعني حتى بالصين ماكو. كل إنسان له بصمة شنو تختلف عن الآخر. شوف ايش قد رب العالمين عظيم إخوان، ايش قد رب العالمين عظيم. واضح أعزتي؟ بعدين يسولف عن الآية ويقول كذلك الخروج، يعني كيف أنا أخرج الحب النظيف، هذا الحب الشعير منين إخواني؟ منين؟ من لا شيء إلى شيء، يتحول إلى شنو؟ إلى شعير وحنطة، بعدين يتحولون إلى طحين، وبعدين يتحول إلى خبز، وبعدين ياكل الإنسان ويكفر لو يشكر يكفر. هي هاي المصيبة إخوان، هي هاي عجيب. ويكفر. هواي أسمع أنا الكفر على لسان الشباب، كلش هواي. مو الشباب عموما موجودة، بس الشباب شوية منين موجود يسوي؟ يذبح. الله يجيب شبابنا الحاضرين، مو شيء يعني تقريبا بالكوفيات بالمقاهي تصير مو شباب السمعون موجوده. خلنا اسمعك هاي الروايه. صلوا على محمد وآل محمد. حتى اذا عندنا شباب ان شاء الله حاضرين مثل الورود الله يبارك فيهم ان شاء الله. طبعا انا ذول الشباب اللي على اليمين ما شفتهم لا البارحه ولا اول البارحه. خلينا نشوفكم كل يوم. جزاكم الله خير. يقول الإمام الصادق لله تبارك وتعالى ملك تحت عرشه من ملائكة العذاب. هذا اخواني على نحو الحقيقة شبابنا عزت، هذا على نحو الحقيقة مو هيك. يقول إذا قام عبد من عبيد الله بسب الله كفر يعني وياي، نادى الملك إلهي وربي وسيدي ومولاي أتأذن لي أن أخسف به الأرض؟ إيه هو هذا شغله، هذا شغله. إلهي هذا اللي سبك واللي شتمك أتأذن لي أن أضرب ما تحته الأرض، يعني أخسف به الأرض وأميته الساعة؟ قال لا. الله أكبر. لا إلهي قل عيده مرة مرتين ثلاثة، تدري الله رب العالمين ايش يقول للعبد؟ قال اترك عبدي معي لا شأن لك به. الله أكبر. هذا بينك ما بين الله، لو أنت وياي تسويها هاي وياي شتني أعوفك ما أعوفك، أجوز أعوفك ما حسد. يقول له اترك عبدي. اخواني مع العلم يشتمه ويسبه رب العالمين ايش يقول له؟ عبدي. قد يحبنا رب العالمين. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وسعت رحمته كل شيء. ناخذ بعد مثال قرآني لكم خلق. صلوا على محمد وآله. جاي تلاحظون رب العالمين اول مره اللغه على من يسولف على الزرع والنبات، ولكن هو يريد الزرع لو غير شيء. يريد غير شيء. كذلك الخروج يقول يوم القيامه كلها تراب اطلعها بتسامده، كل واحد باسمه يطلع. ايه طبعا اخواني اكو معلومه مضبوطه،
يوم القيامة تطلع الناس عراة؟ شو تقولون؟ ما عندنا أي دليل إخواني. قبل هاي هن يقولون إيه طلع لنا كلها عراية واقفة. لا إخواني ما عندنا. ما عندنا. حتى الكفار مو عراة أبدا، ما عندنا دليل نهائيا. وإذا عندنا رواية منا ومنا، هاي الروايات ما نستخدمها أبدا. ليش إخواني؟ لأن الناس تخرج بأكفانها، حتى الكفن يرجع. وكفن المؤمن يختلف عن كفن الكافر. يلا الدليل الثاني والحقيقة الثانية من القرآن الكريم. تعالوا ويا إخواني أيضا هذا الدليل في سورة الكهف الآية 45 وياي الإخوة الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. إخواني بالساعة ايش قلنا؟ يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. بعدين شو يقول؟ يقول وتلك الأمثال نضربها أيضا للناس. هذا القرآن هسه لازم اللي يعطيني القرآن وخليه على جبل، خليه على هذا السطح يتخشع. شو تقولوا؟ شو؟ ها اخواني الاخير تعال شنو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع؟ يعني الان اذا اخذ قرآن، هذا قرآن اللي بين ايدينا مالنا قرآننا، واخذه على جبل، يتكسر الجبل؟ ما يتكسر؟ شنو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ ها؟ لا هو ابو علي يقول لو انزلنا هذا القرآن، انزلنا يعني خليناه على شنو؟ على حافة الجبل، على الهرم. لو انزلنا، نحن لازم نفهم، نريد نفهم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. اذا هذا القرآن هسه اخذناه اخواني، هو جاي يسولف على هذا القرآن اللي بين ايدينا، لو على حقيقة القرآن. ها؟ اي جاي يسولف على حقيقة القرآن. إنا سوف نلقي عليك قولا، هذا على الحقيقة القرآنية، على حقيقة الآيات، وإلا هذا لا يصدق. بعدين يقول وتلك الأمثال. إذا هو شان شو يسوي إخواني؟ يضرب لنا مثلا. يلا بس هاي الآية وأسألك الدعاء. يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. يا محمد بين لهم شنو الحياة الدنيا؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح. اخوانا اعذروني، انا ادري القرآن صعب، ادري، يعني انا مو ما ادري، بس احنا متعودين يعني ولازم انا هذا شغلي. انا شغلي قرآن، لازم ابين. فاللي يجي المنبر يكون شويه يتحمل. اذا عنده مقدمه ان شاء الله يكون عندكم مقدمه. فيعني ارجوك لا تملني بسرعه، شويه تحملني الخاطر سيد الشهداء. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا. شنو هي الدنيا؟ هاي الدنيا الهوسه المحبوسين بها شنو هي؟ تشبه منو؟ تشبه شنو؟ يقول كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. حلو؟ اخواني خلنا نشرحها. المطر اذا نزل من السماء على ارض يابسه وانت مخلي تحت الارض بذور، خلينا نقول بذور الطماطم، بذور التفاح، بذور البرتقال، اي بذور. هذا الماء من ينزل من السماء وين يطيح؟ على الارض. الارض شو تسوي؟ راح تمتص الماء. الطماطم والخيار والباذنجان والكرفس الجول التراب شو يسوي؟ راح يمتص ابو انت وياك كلش، راح يمتص الماء. هذا الماء عندما تاخذ بذرة البرتقال والتفاح والطماطم شو يسوي؟ راح يتحول من ماء الى ماء عضوي، الى مواد عضويه يسموها العمليه شنو يا اخواني؟ النباتيه، التحول يعني العمليه الخضراء، يعني تحول الماء من ماء الى مواد. اي هو هذا القران اخواني. شلون؟ شيء بالوادي ترى القران مو عبالك يعني. سؤال، هنا يجي السؤال، يقول بعد اكو اثر للماء الاول اللي نزل لو تحول الى مواد عضويه. شو تقولون؟
بعد ليس لا يوجد أثر إلا للماء. يقول كذلك الحياة الدنيا ليس لها أثر. يقول يعيش 50 60 70 بلحظة يجي الموت، يجي له ملك الموت. قد عشت إخواني؟ عندنا ملك من نبي من أنبياء الله عاش 5000 سنة. عندما جاءه ملك الموت قال له يا نبي الله كم عشت من الدنيا؟ قال يا ملك الموت هو بابان، دخلت من باب وخرجت من باب. 5000 سنة. القرآن يقول الدنيا ما لها أثر يا إخواني، الدنيا ما لها أثر. اللي إحنا أنا وياك مشلبين بيها بإيدينا ورجلينا. نعم نشلب، ولكن إخواني دنيا وياها عمل صالح يصير لو ما يصير؟ يصير. نعم براحتك. قل من حرم زينة الله؟ الأكل والشرب والزواج والراحة والسفر والنوم، ذل إخواني مو محرمات، ولكن استخدم ذل إخواني بما بطاعة الله. نعم أحسنت يا أمي. واضح أعزتي الإخواني. إذا القرآن الكريم أراد معنى الزراعة إخواني لبيان حقيقة الدنيا. بيان حقيقة الدنيا. ليس للدنيا أثر كما إن الإخواني، كما أنه ليس للماء الذي ينزل ويتحول بالطماطة والخيار والباذنجان إلى شنو؟ إلى مواد عضوية بعد ليس له أثر. واضح إن شاء الله. غدا نكمل إن شاء الله البحث ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. 3 بأعلى أصوات. لا بأس بمحمد وآل محمد. الإخوة يردون أن نعرج على أصحاب الإمام الحسين، على جون وعابس وزهير وبرير والأكبر والقاسم وأبي الفضل العباس. أبو الفضل باكر إن شاء الله، لو تردون ختام ولا نخليها ختام أبو فاضل ونقرأ إن شاء الله قسم من مقتل أبي الفضل العباس بحول الله إن شاء الله. نخليه ختام أبو الفضل، نخليه ختام بحول الله. الليل أخواني أنا وياك نريد نروح لأصحاب الإمام الحسين. يقول هلال بن نافع ليلة 10 من المحرم رأيت المولى أبي عبد الله الحسين يتخطى خيام أهل البيت عليهم السلام ويتفقد العيال والأطفال والأصحاب. يقول هلال بن نافع قلت له سيدي أبا عبد الله أنا خاف عليك من بني أمية. يقول قال لي سيدي، قلت له سيدي أبا عبد الله لماذا تتخطى ليش كل ساعة تطب بخيمة وتطلع من خيمة؟ خاف ذولا بني أمية غدارين، خاف يقتلونك يقدرونك. يقول قال لي يا هلال بن نافع لماذا لا تأخذ هذين الجبلين طريقا وأنت حل من بيعتي؟ يقول قلت له ليش يا أبا عبد الله؟ قال لي يا هلال بن نافع لكي تعيش. يقول قلت له أبا عبد الله قبح الله العيش من بعدك يا حسين. يقول قال لي يا هلال قبح الله يا هلال روح انت في حل من بيعتي، إن القوم يريدونني ويطلبونني. هاجركم الله. يقول هلال بن نافع وإذا بالإمام الحسين دخل خيمة زينب. يقول أول ما دخل خيمة زينب أسمع السيدة زينب تتحدث مع الإمام الحسين وتقول له أبا عبد الله هل بلوت أصحابك؟ الخبر خاف يعوفونك باكر ذول حسين. يقول أنا سمعت هلال بن نافع، يقول أنا سمعت هذا الحديث بين الإمام الحسين وزينب. يقول ذهبت إلى خيمة حبيب بن مظاهر الأسدي. يقول قلت له حبيب قول زينب الليلة خايفة، خلي نسوي مظاهرة أمام زينب. أنت غيور من تسمع زينب خايفة قلبك ينكسر. يقول قمنا. قلت له حبيب بن مظاهر قوم سيدي. يقول قام حبيب، قام بلا عمامة حافي القدمين والسيف باليمين. يقول السلام
عليكم يا أنصار الصفا وفرسان الهيجة، السلام عليكم يا آل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. هذه سيوف أعدائكم أبينا إلا أن نجعلها في جماجم أعدائكم. يقول قال لي بارك الله بيك يا حبيب، يقول وإذا بالسيدة زينب خرجت من خيمتها، يقول قلت لها السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، قالت وعليك السلام عم يا حبيب لا تترك الحسين. أويلي يقول أنا منين أنا منين أنا منين وسلم علي، يلا 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 أنا منين وسلم علي بنت المرتضى حامد الحمية الحمية. يقول وإذا بزينب سلام الله عليها خرجت تسلم على الأصحاب، السلام عليكم يا فرسان الهيجة وأبطال الصفا، قواكم الله الله يساعدكم. يقول وإذا بأبي الفضل العباس عافية القدمين حاسر الراس والسيف باليمين. يقول زينب تحشمين وأنا موجود، عيناك لا ينخطف لونك، يلا 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 يا عيناك لا ينخطف لونك، تشحدهم عدانا يوصلونك. عندك ولا عندك عبرة يا الله ليالي عزاء، والله عيناك لا ينخطف لونك، تشحدهم عدانا يوصلونك، اشحدوا معدانا يوصلونك، ابن والدك قرة عيونك. ايش قالت له؟ تقول انا خايف انا خايف انا خايف انا تقول ما ادري، انا خايف انا تقول ما ادري يا عباس يا صوان خدري، انا زينب يحجون عني يحجون عني سليت المصايب ما سلم. اويلا مرحوم عبرتك يا الله، والله سليت المصايب ما سلمني، نزلا على عيون وعمني يا اخوي. شلنا زينب تقول نزلا على عيون وعمني، مصايب حسين الدومنا. تقرؤون وياي يلا ايدك ولتك يا مصايب حسين الدايا يقول آخر اللحظات وقف الإمام الحسين على مصارع القتلى، أبو فاضل جون حبيب عابس، يقول ليس من مناد وليس من مجيبها، يقول وين الأكبر وين الأكبر وين الأكبر وين عابس يا حبيبي. يلا بيات الدعاء وين الأكبر وين عابس يا حبيب، ليش عفتونا وتخلون غريب، تولون وين الحسين ليش عفتوني وتخلوني غريب. أنا أقرأ لك ذن الأبيات الحماسية. هتف عباس وحده اكو رادود الامام، يلا هتف عباس وحده وصار الجدال، وآل هاشم قالت علينا النزال، ليش طلقنا النسا وعفنا الديار، بالنفوس احنا الذين الدين. صاحت الانصار دل على الانصار، لو بدت هاشم نقص ونصير عار، ليش طلقنا النسا وعفنا الديار، بالنفوس احنا الذين في دين. باسمك العظيم الأعظم
الأعز الأجل الأكرم يا الله. رسول الله يقول مخ العبادة الدعاء. يلا اخواني متعودين كلنا نقرأ هذا الدعاء باسم المولى صاحب الزمان قائدنا وإمامنا الغرة الحجة المنتظر القائم: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، اللهم اخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه. عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر بمحمد وآل محمد. اللهم اكتب مجلسنا هذا في صحائف أعمالنا ورده إلينا يوم لا ظل إلا ظلك بمحمد وآل محمد. اللهم من كان بيننا طالب حاجة أو عنده مريض بمريض كربلاء زين العابدين شافي مرضى لا سيما السامعين القائمين على هذا العزاء الحاضرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، وارزقنا زيارة الإمام الحسين في الدنيا وشفاعة الإمام الحسين في القبر يوم الورود وفي الآخرة يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم احفظ شبابنا بعينك التي لا تنام وبحفظك الذي لا يرام. إخواني ما أدري طلبة السادس خلصوا لو بعدهم يمتحنون، خلصوا إن شاء الله. يلا خلنا ندعي لهم هذا الدعاء الخاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفقهم لخدمة الإمام الحسين، وفقهم في الحياة توفيقا كريما مباركا يا رب العالمين. سددهم وثبت أقدامهم على ولاية أمير المؤمنين. اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. اللهم ادخل السرور على قلوبهم وعلى قلوب ذويهم آبائهم بجاه محمد وآل محمد يا رب العالمين. الأخوة القائمين المؤسسين لهذا المأتم المبارك صل على محمد وآل محمد وارحم أمواتهم جميعا. اللهم انزل السرور والضياء والرحمة والمغفرة على أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات بمحمد وآل محمد، لا سيما أموات السامعين والحاضرين والمؤسسين. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات 3 بأعلى الأصوات.